السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. لكن قبل ما نبداو كنتمنى تشجعوا المحتوى اللي كتقدم لكم القناه وديروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. اذا لابيس هو نظام الفرامل المانع للانزلاق، بالانجليزيه كنسميوه اونتي لوك بريكين سيستم، وبالفرنسيه لو سيستيم دو فريناج اونتي بلوكاج. هذا النظام بدا في الطائرات في الخمسينيات باش يساعد الطائره توقف على المدرج في عمليه الهبوط، وفي السبعينيات بدات شركه كريزلر ومرسيدس انتاج سيارات فيها لابيس، وحاليا جميع السيارات الشاحنات الحافلات الدراجات الناريه وحتى لي تروتينيت الكتريك فيهم نظام لابيس. لكن كيفاش كيخدم هذا النظام؟ باش نفهموا هذا النظام غادي ننطلقوا من المشكل التالي. في سياره قديمه ما فيهاش لابيس، فان فريناج ديورجونس القوه اللي كيطبق السائق على البيدال دو فران كتادي للبلوكاج ديال العجلات، وهذا البلوكاج كيخلي جوج ديال الحوايج. اولا مسافه الفرمله كتكبر، ثانيا كيولي من المستحيل السيطره على مسار السياره. اذا دابا كيبان لنا بوضوح ان المشكله اللي عندنا هي البلوكاج ديال العجلات في ان فريناج ديورجونس، وباش يتحل هذا المشكل الشركات جهزوا جميع السيارات ديالهم بهذا النظام اللي الهدف الاساسي منه هو ما يخلي حتى عجله تبلوكا في ان فريناج ديورجونس. وباش يخدم هذا النظام ويدير هذه المهمه كيكون واحد الكالكولاتور اللي كيشوف في ان فريناج ديورجونس واش شي عجله تبلوكات ولا لا، ولا قربات من لا زون دو بلوكاج اللي كتحسب باستعمال واحد المؤشر كيتسمى لو كوفيسيون دو غليسمون، اللي كيتحسب انطلاقا السرعه ديال السياره ناقص سرعه العجله على سرعه السياره. الا فات هذا المؤشر 20% كيتدخل نظام لابيس وكيخفف الضغط ديال الفريناج على العجله، وهذا الشيء كيدار بالنسبه للعجلات كاملين. يعني بكل بساطه نظام لابيس هو بحال عندك 4 ديال السائقين كل واحد مكلف بعجله، وفي ان فريناج ديورجونس كل سائق كيراقب العجله اللي مكلف بها، الا حس بها غادي تبلوكا كيخفف من الضغط ديال الفريناج وهي غاديه حتى كتمر هذه العمليه بسلام وتفرين السياره بدون انزلاق العجلات. وخاصني نقول لكم ان التيموان د لابيس كيبان لكم في الطابلو دبور فاش كديروا كونتاكت الى طفى، يعني راه لابيس خدام عندك، بقى شاعل راه لابيس فيه مشكل. وهنا في هذا المثال نقارنوا ما بين ان فريناج ديورجونس ديال سياره قديمه بلا بيس وسياره جديده فيها لابيس. كيف ما لاحظتوا السياره اللي فيها لابيس خدات مسافه اقل باش تحبس، وقدر السائق انه يتحكم في مقود السياره على عكس السياره بدون لابيس. وهنا كنفهموا الخدمه القيمه اللي كيقدمها لنا هذا النظام. مشتركي قناه طوموبيلتي بالدارجه، كنتمنى تكونوا خديتوا فكره على هذا النظام. فإلى فيديو آخر مع موضوع آخر.